يا أبطال، النهاردة هحكي لكم عن بطل من أبطال الإسلام العظام، اسمه ارتبط بتحرير القدس، الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. اسمه يوسف، اتولد سنة 532 هجريا. أبوه كان القائد نجم الدين أيوب، اللي كان ماسك قلعة تكريت في العراق. صلاح الدين من صغره عاش في بيت قيادة وحكم. نشأ نشأة مباركة، تنقل بين مدن زي الموصل ودمشق وبعلبك، وتعلم علوم القرآن والفقه والحديث. وكمان كان فارس شجاع بيتدرب على السلاح، وبيجلس مع القادة والأمراء ويتعلم منهم الحكمة وحسن الإدارة. ولما اتقتل القائد الكبير عماد الدين زنكي، جه ابنه نور الدين محمود زنكي، اللي كان راجل صالح وعادل. نور الدين شاف في صلاح الدين ذكاء وقدرة، فقربوا منه وبدأ يديله مهمات كبيرة وصعبة عشان يزيد خبرة ويكون قائد محنك. والأيام دي يا ولاد كانت صعبة جدا على الأمة الإسلامية. الصليبيين بيهجموا من ناحية، والدولة العباسية متقطعة لدويلات ضعيفة، وكمان الدولة الفاطمية كانت لسه مسيطرة على مصر والحجاز وأجزاء من الشام، وبتنشر الضلال والتشيع. نور الدين محمود كان قائد مؤمن وغيور على الإسلام. هدفه الكبير كان حاجتين: واحد، يقضي على الدولة الفاطمية. اتنين، يطرد الصليبيين ويحرر القدس. وفعلا بدأ يحاربهم ويفتح حصونهم وضم مدن كتير، وكان بيجهز الطريق عشان يوصل لمصر. وصلاح الدين كان بيتعلم منه حاجات عظيمة: التمسك بالدين، الغيرة على الإسلام، حمل هموم الأمة بإخلاص. وكل ده خلى صلاح الدين يكمل حياته بنفس الهدف والطريق اللي رسمه نور الدين: القضاء على الدولة الفاطمية. نور الدين شاف اضطرابات شديدة في مصر، فبعت جيش بقيادة البطل أسد الدين شركوه، ومعاه صلاح الدين. صلاح الدين في المعارك دي اتعلم من عمه فنون القتال والخطط الحربية. أسد الدين اتقرب من الخليفة الفاطمي وتعين وزير، لكنه مات بعد شهرين بس، فخد مكانه صلاح الدين. هنا بدأ صلاح الدين خطواته الأولى في القضاء على الفاطميين. أمر إن المساجد تدعي للخليفة العباسي بدل الفاطمي، وشال جملة حي على خير العمل من الأذان. وده كان بداية عودة مصر للإسلام السني الصحيح. وبعد وفاة الخليفة الفاطمي تحرك صلاح الدين بسرعة وقضى على المتمردين لحد ما أنهى الدولة الفاطمية تماماً سنة 567 هجرياً، بعد أكتر من 200 سنة حكم ظالم. بزوغ فجر الدولة الأيوبية. بعد وفاة نور الدين محمود، صلاح الدين قدر يوحد مصر والشام ويأسس الدولة الأيوبية، وأعلن تبعيته للخليفة العباسي. وكان معاه وزير عظيم اسمه القاضي الفاضل، اللي كان عالم حكيم ولسانه فصيح. صلاح الدين نفسه قال: لا تظنوا أنني ملكت البلاد بسيوفكم، بل بقلم الفاضل. وبعد ما استقرت الدولة، بدأ صلاح الدين يحارب الصليبيين، فانتصر عليهم في معارك كتير زي بنياس ومرج العيون وصفد، لحد ما جه اليوم العظيم، معركة حطين. سنة 582 هجرية حصل موقف فظيع. واحد صليبي حاقد اسمه أرناط هجم على قافلة تجارية مسلمة وسخر من الأسرى وقال لهم: إن كنتم مؤمنين بمحمد ادعوه ينقذكم. الكلام ده أغضب صلاح الدين جدا، وقال إنه لازم يقتله. الصليبيين جمعوا جيوشهم وتوجهوا لحطين سنة 583 هجرية، وهناك لاقوا جيش صلاح الدين مستنيهم قاطع عليهم المية من بحيرة طبرية. المعركة بدأت.
صلاح الدين مر على جنوده يكبر ويحمسهم، والعطش والتعب هزموا الصليبيين. آلاف منهم اتقتلوا واتأثر قادتهم، وجابوا أرناط قدام صلاح الدين فقال له: أنا أنوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانتصار لأمته، وعرض عليه الإسلام فرفض، فضربوا بسيفه وقتله. فتح بيت المقدس. بعد حطين، صلاح الدين فتح مدن كتير لحد ما وصل القدس وحاصرها. الصليبيين رفضوا الاستسلام، فبدأ القتال لحد ما اضطروا للصلح. صلاح الدين دخل المسجد الأقصى بعد 92 سنة من الاحتلال الصليبي، ونظفوه من الصلبان والنجاسات، ورجع للأمة الإسلامية في يوم عظيم من أيام الإسلام. رحمه الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء.